السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريمة بشعة حدثت مساء هذا اليوم في عدن، حيث قتلت موظفة في معرض توب سنتر بجانب شرطة المنصورة مساء اليوم الثلاثاء، بعدما طعنها زميلها طعنتين بظهرها وبعينها. وبحسب المعلومات الواردة فإن الضحية تدعى فاطمة، وهي موظفة في المعرض منذ عدة سنوات. وقد وقعت الجريمة في وقت متأخر من مساء هذا اليوم، عندما كان المعرض خاليا من العملاء. وذكرت مصادر أن القاتل هو زميل الضحية في العمل، وقد تمكن من الهرب من المعرض قبل أن يلاحظ أحد الجريمة. وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة التي حضرت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الضحية إلى المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة. وفتحت الشرطة تحقيقا في القضية وتسعى لتحديد مكان القاتل وضبطه. وتعد هذه الجريمة هي الأولى من نوعها التي تقع في المعرض، والذي يعتبر من أكبر وأشهر المعارض في عدن. وتسببت الجريمة في حالة من الصدمة والذعر بين أهالي عدن، الذين طالبوا بضرورة سرعة ضبط القاتل وتقديمه للعدالة. وعبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستنكارهم للجريمة، داعين إلى ضرورة تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم لردع الآخرين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال.